ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بينا بقى نعمل شوية كبدة اسكندراني، وازاي تعرفي تزودي كمان في المقدار وتخليه يكفي كمية كبيرة. هنا معانا شوية توم مهروسين، هنقلب كويس كويس عشان خاطر التوم يبدأ ياخد الحرارة بتاعة الطاسة، مش عايزينه يحمر. تمام حبايبي، نقلب عشان مش عايزينه يحمر او يغمق من زي ما انتم شايفين. احنا عايزينه بس يتشوح. اول ما تطلع ريحة التوم هننزل بنص كيلو كبدة بلدي. زي ما انتم شايفين هنديها صدمة، نبدأ نقلب بعد ما تغير لونها. احنا لغاية دلوقتي عايزين نوصل لمرحلة ان الكبدة تاخد صدمة وما تنزلش السوائل منها. تمام حبايبي، زي ما انتم شايفين انا كل شوية بقلب، مش بقلب على طول، يعني بقلب شوية واصبر شوية بس كده واوزع. عشان زي ما انتم شايفين حبايبي، واحدة واحدة كده تقلبي حاجة حاجة. طبعا هنبقى مجهزين فلفل متقطع، ونجهز كمان بصلاية لو عايزة تزودي الكمية. هي الكبدة الاسكندراني ما بيتحطلهاش بصل، بس لو انا عايزة ازود الكمية شوية فبحط بصلاية وبتدي طعم حلو جدا. بجد جربيها وهتلاقيها تحفة. اولا بتزود الكمية، ثانيا البصل بيدي طعم حلو قوي لما بيستوي مع الكبدة. زي ما انتم شايفين طبعا احنا هنحط الفلفل دلوقتي الاخضر، وبرضو ده اختياري سواء حار او بارد. انا حاطه فلفل بارد، انت تقدري تحطي فلفل حار، بس انا عشان اللي هياكل الكبده اطفال. نعصر عصره ليمونه كامله، ودي برضو اختياري. مفيش ليمون ممكن تحطي خل وهتطلع حلوه جدا. خلاص احنا كده خلصنا الكبده خالص. كده نغطي عليها ونحطها على نار واطيه. وادي حبايبي بعد ما خلصت. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم، ومع الف سلامه حبايبي وبالهنا والشفا.